You are not father. أنت لست الأب. أنت لست الأب. أيها المسلمون، إن الله سبحانه وتعالى قد متعنا بكتابه وهداه، وينبغي أن نستمسك بهما، فإن هؤلاء إنما يعدون الناس الضلال، يريدون أن نرى في مستقبل الأيام في إعلامنا برامج كالتي في إذاعات وتلفزيون الغرب، كمحكمة الأبوة، محكمة تقام وقاض يقضي بين زوجين يتحاكمون، وتنشر المحاكمة في برنامج مشهور بين الزوج والزوجة: هل الابن هذا أبوه حقا أم لا؟ فيجابه الأب في أغلب الأحيان في ذلك المجتمع: You are not father. أنت لست الأب. أنت لست الأب. غالبيتهم تحت زواجاتهم أبناء غير شرعيين، غير منبثقين من مؤسسة الزواج، ثم يبكي الأب، ثم يصالح الزوجة، وتمضي الأمور، ويقولون عنه شجاع. هكذا يريدون ببلدنا ومملكتنا. فينبغي أن تتمسكوا بشريعة ربكم وبدين ربكم، وأن تكثروا سواد المسلمين في كل مجامع الخير، فنحن المفرطون. تقام مجالس العلم فيحضر 10 و20 و40 و100 إلا قليلا في بعض الأحيان. فإذا كانت السهرة وغير ذلك امتلأت القاعات، بل الساحات التي لا حدود لها. نحن نشهد شهادة زور ضد ديننا بهذه الأفعال. ينبغي أن نظهر للناس هيبة الإسلام بمثل هذا الاجتماع، بملء الأزقة والطرقات في صلاة الجمعة، بكثرة الخطى إلى المساجد، بإغلاق الدكاكين وقت الصلاة. فإن هؤلاء لم يتجرؤوا حين تراخت قبضتنا عن ديننا وشريعتنا. أيها المسلمون، أبشروا بأن الله متم وعده، وأن الله مخزي الكافرين، وأن الله سبحانه وتعالى سوف يكبت هؤلاء إذا تشبثن بديننا. واعلموا أن هؤلاء أعداء لجميع المغاربة، أعداء لكل المغاربة، بل هم أعداء للبهائم التي في المغرب. بسبب هؤلاء ووجودهم وأصواتهم تنزل المصائب وتحبس السماء قطرها وتتحرك الأرض بزلزالها. بسبب هؤلاء تغلى المعيشة. هؤلاء أعداء لكل من في هذه الأرض، أعداء للمغاربة، لدينهم، لأخلاقهم، لإرثهم، لأميرهم وسلطانهم. اللهم يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا قوي يا عزيز، فرق جمعهم وشتت شملهم واكبت أصواتهم، فإنهم آذونا فيك وفي نبيك صلى الله عليه وسلم. ثم الصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه وأزواجه وذريته.